في صمت الصحراء لسه في سر محدش عرفه. بيقولوا الأهرامات ما بناهاش البني آدمين، لا دي كانت القطط. من آلاف السنين كانت في مملكة عظيمة في مصر القديمة، سكانها قطط ماشيين على رجلين لابسين ذهب وكتان. في قاعة من ذهب ولازوردي اجتمعت القطط الملوك بيخططوا لبناء معجزة تتحدى الزمن. القطة المهندسة ماورعة فتحت بردية فيها سر الهرم، تصميم مش للموتى لكن للطاقة. الحجارة كانت بتتحرك لوحدها بنظرة من عيونهم، كأن السحر هو اللي بيبني. ماورع وقف تحت الشمس بعصاية ذهب بيحسب زوايا النور علشان الهرم يتصل بالنجوم. في ليلة قمر كامل اتجمعوا حوالين بلورة زرقاء والسما كلها نورت. 27 يوم بس والهرم الأكبر اتبنى بدقة ما حدش قدر يفسرها. القطط رقصت وغنت حوالين الهرم، السما كانت ذهب وضوء وفرحة ما بعدها فرحة. بس الطاقة كانت أقوى من اللازم، العاصفة قامت والسما غضبت. في ليلة واحدة المملكة اختفت والرمال غطت كل حاجة حتى آثار القطط. بعد مئات السنين جم البشر لقوا الأهرامات واقفة جاهزة وافتكروا إنهم اللي بنوها، لكن النقوش على الجدران لسه بتلمع. عيون القطط دي مش مجرد رسم، دي عيون بتراقب. النهاردة القطة اللي عندك في البيت شكلها عادي، يمكن تكون حفيدة من الملوك دول. بص في عينيها كويس، يمكن تشوف الأهرامات جواها، ويمكن الحكاية لسه ما خلصتش.